ما دام لي جنود من عسل أفدي بهم أعدائي. ولدي مأمون لا تبقى لآل علي بن أبي طالب باقية، وسلاحك السم أو ضيعهم في غياهب السجون. واعلم يا بني لو نازعتنا عيني على هذا الملك لفقاتها. أعلمت؟ خذ بوصيتي. المأمون سأفعل يا أمير المؤمنين ولا أخشى أحد. لكن يا أباه لماذا تخشى من موسى بن جعفر؟ أليس هو ابن عمنا هارون؟ يا بني يا مأمون، هذا إمام الناس وحجة الله على خلقه وخليفته على عباده. تشوفوني يا ناس ملتني السجون، والله سجوني مسجون، والله مسجون مسجون وهلي ماما هذا قسمتي، هذا قسمتي وعاد مكتوب، هذا قسمتي وعاد
يا هارون أنه لن ينقضي عن يوم من البلاء حتى ينقضي عنك يوم من الرخاء، حتى نفنى جميعا إلى يوم ليس له انقضاء، وهناك يخسر المبطلون. مرة امشي بطريق الضيم، مرة لسان الإمام موسى بن جعفر والله سنين سجن كثر مريت هارون قاعد فوق قصرين ويصب علي بعين حمراء، واسمع شتيم جدتي الزهراء، ويصيح يا سندي وين ابراهيم؟ عيد وين ابراهيم؟ الله يوفقكم طريق. ابراهيم الله يوفقكم طريق يا رحمة الله وجهكم طريق. رحمة الله وجهكم. يلا ابو يلا. طريق فدوة، طريق دوم، طريق الامام خواتي واخنا خواتي رحمة الله وديك الوخرة. بس كمل شباب احمد بس على كيف يا قول يا الله يا الله بس هم بيشيلوا على الراس
شوي 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 هميدك شوي هميدك الله يوجهك على كيفك على كيفك ابو احمد على كيفكم على كيفكم على كيفك على كيفك على كيفك لا حد شاف بس الشرطه ما عنها ولك خليل خليل ما حد يشيل تمسكوا هتدينا مالك شغله روح أيها الناس لقد كنت عند الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وهو في السجن وهو يقول بلغ شيعتنا السلام وقل لهم أن الفرج يوم الجمعة وعلى الجسر. يا أهل بغداد يا معشر الناس يا أهل السوراء لقد كنت عند الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وهو بالسجن وهو يقول بلغ شيعتنا وقل لهم أن الفرج يوم الجمعة وعلى الجسر. سليمان من يرى بغداد تضجوا بأهلها. اذهبوا واتوني بالخبر. اذهبوا المخبرين وقعوا عليهم سوادهم. اذهبوا وهو الجنازة منهم. أيها النصراني سألتك بالمسيح عيسى ابن مريم. أيها النصراني سألتك بالعذراء أما تفحصت هذه الجنازة أو تعطيها الأمان يا هذا؟ نعم أعطيك الأمان. نعم تفحصت الجنازة. نعم أنها مسموم. أما لهذا الأهل أما لهذا الغريب من أهل أما لهذا الغريب من عشيرة لقد مات مسموما وأول على المسموم